بنتي بقالها فترة عمالة تزن عليا عشان خاطر نعمل لها الاكلير، وانا بصراحة مكسلة، مش مفيش مود ان انا اقف، والفرن والجو بتاع المطبخ بيبقى الجو حر اوي اليومين دول، فكسلانة. فقالت لي لا خلاص، لو مش هتعملي الاكلير في البيت خلاص ننزل نشتريه من برا. فطبعا الاسعار برا نار، فقلنا نعمله خاص في البيت. تعالوا مع بعض نشوف عملنا ايه، والنور عمل عمايله معانا. اول حاجة جبنا كوباية من الحليب، هنحط عليها نص كوباية من الزبدة. ممكن تستخدمي حليب وممكن تستخدمي ميه، بس طبعا الحليب يعني بيديكي طعم يعني حلو للاكلير. هسيبهم بس على النار كده يدوبك دقيقتين، يدوبك بس الزبدة تسيح، مش هنسيبها تغلي، يدوبك بس تسيح معايا الزبدة. هنزل عليها بكوباية وربع من الدقيق، وعليهم رشة ملح بسيطة خالص، وبس كده. دي كده عجينة الاكلير. هقلبها مع بعض، ودي الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا انك تعمليها. هتقعدي تقلبي في العجينة كده لغاية لما تلميها كويس، وتقعدي بقى تخدميها كده، و تلمي العجينة بتاعتك لغاية ما تلمي الدقيق كله، وتستوي العجينة براحتها وعلى نار هادية لغاية لما تتلم معاكي بالشكل اللي انت شايفاه دوت. واول لما تلاقي الحلة بتاعتك كده من تحت ابتدت تعمل زي العجين كده، يبقى تعرفي كده ان العجينة بتاعتك استوت وبقت جاهزة معاكي. بصي زي ما انت شايفة كده، كده خلاص العجينة استوت. هاخدها بقى كده واحطها في بولة، ونشوف بقى هنعمل ايه مع بعض. كده خلاص سويناها كويس اوي. خدتها بقى كده حطيتها في البولة، وبعد كده هسيبها كده تهدى شوية من السخونة اللي فيها، وهجيب المضرب بتاعي عشان خاطر اضربها كده وانجز في الوقت، واهوي العجينة بتاعتي بيه عشان خاطر لما نضيف عليها البيض ما يستويش، او ما يخليش العجينة تتكتم معانا. ههويه كده كويس، وبعد كده هجيب بقى البيض عشان ننزل بيه على العجين بتاعنا. هنحط بيضة هحط 4 بيضات، هنزل بيها واحدة واحدة لغاية لما تختفي، وبعد كده هنزل باللي بعدها. وطبعا هنحط فانيليا عشان ريحة البيض او الزفارة بتاعت البيض. كده حطينا 2. اول ما تختفي البيضة خالص هنزل باللي بعدها لغاية لما اخلص ال4 بيضات. هتلاقي كل مرة قوام العجينة بيختلف كده، وبتبقى زي ما انت شايفة كده لينة اكتر. كده خلصت ال4 بيضات، وحطيت برضو شوية فانيليا. بس كده هعجنهم بقى كويس لغاية ما يبقوا بالشكل ده، وبعد كده هاخدهم على كيس حلواني. وحطيت كده بالبيلة بتاعت زي بتاعت بلح الشام كده الواسعة شوية، وهحط بقى العجينة بتاعتي في الكيس الحلواني عشان اقدر اشكل بيه كويس. حطيت بقى العجينة، هجيب بقى صاج مدهون بسنة كده من الزيت، وحطيت ورقة زبدة، وهشكل بقى العجينة بتاعتي حسب مقاس الاكلير اللي انت عايزاه اعمليه. هشكل بقى الاكلير كله زي ما انت شايفة كده. وفي اللحظة دي احنا طبعا مولعين الفرن مسبقا على درجة حرارة 170 عشان خاطر ادخل الاكلير، ويقعد حوالي 10 12 دقيقة، وهبص عليه عشان اطلعه من الفرن عشان ما يتلسعش معانا. خدي بالك عشان هو ما بياخدش وقت في الفرن. بعد ما اشكل الكمية بتاعتي كلها ادخلها الفرن على درجة حرارة 170 حوالي 10 12 دقيقة بالظبط. عقبال بقى ما نخلص الاكلير هعمل الشوكولاتة كده. هسيح الشوكولاتة، حطيت قالب من الشوكولاتة دارك، وحطيت كمان قالب من شوكولاتة سما اللي هي البيضة. حطيهم بقى في اي كزرولة على النار، ودي اسهل طريقة تسيح بيها الشوكولاتة بتاعتك. هسيبهم بقى في المية كده تسيح، ونبص على الاكلير كده استوى معايا. ما تطلعهوش من الفرن لغاية لما يعدي عليه حوالي نص ساعة في قلب الفرن، وانتي مواربة باب الفرن كده عشان خاطر لو انتي طلعتيه في الوقت ده الاكلير هيهبط معاكي، لان هو كله من جوه اساسا هاش ومتفرغ. اول ما بيشم الهواء بتلاقيه كش كده ويتسكع معاكي. فما تطلعهوش من الفرن الا بعد حوالي نص ساعة، لما الفرن تهدى خالص نطلعه من الفرن. عقبال بقى ما الاكلير يهدى هنعمل البستر كريم. عندنا هنا كوباية من اللبن، هحط عليها كوبايتين من البستر كريم الخام، وهضربهم كده من المضرب لغاية لما يبقى قوامه زي الكريم شانتيه هنا. بس هنا كان الباستري كريم كتير، فحطيت عليه كمان كوباية لبن، يعني ربع كيلو
الباستري كريم الخام، حطيت عليه كوبايتين من اللبن وضربتهم كويس بقى بالمضرب لغاية لما القوام بتاعه يبقى عامل زي الكريم شانتيه كده. طعمه بيبقى تحفة جدا في الحلويات والدوناتس والاكلير، بيبقى طعمه مختلف غير الكريم شانتيه خالص. كده خلاص خلصنا الباستري كريم. هجيب بقى الكيس الحلواني وهجيب كمان بلبلة تكون صغننة كده، وهملى بقى الكريمة كلها في الكيس الحلواني عشان خاطر احشي بيها الاكلير. كده بعد ما خرج وبرد خالص من الفرن، في كام واحدة كانت شققوا معايا بس يعني هتمشي. هنا بقى الشوكولاتة خلاص ساحت، هحط بس عليها معلقتين كده من الزيت واقلبها كويس، وكده جاهزة معاكي لتزيين الاكلير. وكمان برضو حطيت على الشوكولاتة البيضة، بس البيضة ما عجبتنيش خالص لاني اول ما بتسيح بتلاقيها سكرت كده شوية، فما عجبتنيش الشوكولاتة السما البيضة دي خالص. بعد كده هشيل بقى الاكلير كده بالكريمة واحطها بقى في الشوكولاتة، واي تزيين بقى انتوا تحبوه اعملوه. انا عملت تزيين كده بسيط. وهنا النور بقى قطع علينا وعملها معانا كل شوية، طبعا النور يقطع، فعملت هنا معاكم واحدتين وبعد كده قفلت بقى الكاميرا عشان الاضاءة بقى والجو حر، وكملت باقي الاكلير كده وزينته. اي تزيين بسيط انتي موجود عندك اعملي بيه. انا زينته تزيين بسيط خالص. بصوا بقى الاكلير هاش و طري كده وجميل. وخدي بالك من تسويته في الفرن، ما بيكملش 10-12 دقيقة. بصي الاكلير كده من جوه متفرغ كده وجميل. هكمل بقى تزيين الاكلير. في الوقت ده اساسا انا كنت حاطه صاج تاني بيتعمل عشان خاطر بقالنا كتير ما كلناهوش، فقلنا بقى نعمل حبه بالمره. ودي طبعا هنا بقى النور جه وطلعت الصينيه التانية من الفرن. بصوا بقى مستويه وحلوه، ولما تديها السوا بتاعها المظبوط وتسيبيها شويه في الفرن تهدى خالص، وبعد كده بتزينيها بيبقى حلو معاكي خالص وما بيهبطش منك. هزين بقى كميه الاكلير الباقيه كلها ونشوفه بقى مع بعض. كده خلاص خلصنا الاكلير بتاعنا، وتزيينه بسيط جدا. حابه تسيبيه كده سيبيه، مش حابه تزينيه باي حاجه بسيطه كده حسب ما المكونات الموجوده عندك. انا عملته كده بحبه بسكوت كده ناعم على الوش كده، وعندك كريس حطي، بصي يعني دلعي اللي عندك موجود حطيه. هنا برضه حطيت على الابيض، عملت بس كام واحده بالابيض كده ما كترتش عشان الشوكولاته كانت تقيله شويه. وحطيت كده عليه صوص شوكولاته، واحدتين كده من الكريس كانوا عندي، فقلت ايه ازينه كده بيه، فحسب بقى التزيين الموجود عندك. وبس كده، طريقه سهله للاكلير ومظبوطه ومقادير مظبوطه جدا، وامشي على الخطوات والمكونات كويس هتعملي احلى اكلير في البيت بطريقه سهله وكمان مش مكلفه زي بره. وبس كده، دي كانت طريقه الاكلير، يا رب تكون عجبتكم. بصوا بقى هنا واحدة الاكلير مع الحشوة اللي من جوه. بصوا قد ايه الاكلير طري كده وهاش، وكمان الحشوة بتاعته كده جميلة من جوه. وبس كده، دي كانت طريقة الاكلير، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الطريقة متنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. كنت معاكم من مطبخ لينا. باي باي.